عضلة البنش أكتر عضلة الشباب بتحب تتمرنها، وعندهم حق. لأن تخيل كده بنشك صغير، مهما عملت عضلات يعني مش هتبان انك تبقى فورمة قوي، تديك شكل جمالي مختلف كده. فعشان كده قررت النهاردة اتكلم عن افضل 5 تمارين لعضلة البنش. فاتأكد انك عامل لي اشتراك، لان هنعمل سلسلة تانية كتير لجميع العضلات التانية. والصراحة انا لما جيت اختار التمارين ديت اخترتها على اساس علمي بحت. طب ليه؟ لان العلم شيء ثابت، هقدر اعمم على كل الناس. انما الخبرة، انا عندي خبرة الحمد لله، بس خبرتي انا غير خبرتك غير خبرته، كل واحد تجربته مختلفة عن التاني. فعشان كده انا مش هينفع اعمم خبرتي على كل واحد فيكم. نبدأ اول تمرين معانا، وهو تمرين الانكلاين تشيست فلاي. ده انت ممكن تكون اول مرة تشوفه، بس انا ما اخترتش التمرين العادي اللي هو الفلاي العادي. ليه بقى؟ اللي هو تمرين بتنام كده على ظهرك تلعب فلاي، هو الجهاز بيبقى كده. طب هتقول لي ده عالي، مش فلاي، قصدي مش فلات. هقول لك لا. ليه بقى؟ لان بص، انت نايم كده، صح، المقاومه نازله كده. ده لو انت بتلعب بالدمبل. في الجهاز ده بقى المقاومه فين؟ المقاومه اصلا مش لتحت. انت الجهاز بيبقى عامل كده، بيفتح كده ويقفل كده. فهو الجهاز بيشدك لورا. يعني لو جينا عملنا كده هتلاقي الجهاز بيشدك كده. والله لما استهلاك انت نايم كده وبتلعب ايه؟ بتلعب كده. طيب لو انا قعدت، بص بقى ايه؟ بقى كده فلات اهو، بقى زي ماكينة البنش العادي، بس الفرق ان انا نايم. فما تحكمش على التمرين كده من بره. فالتمرين ده بجد تمرين قوي قوي، بتقدر تحط فيه اوزان بسهوله. تمرين جميل، لو عندك في الجيم ما تسيبهوش. تاني تمرين معانا، وهو احنا قلنا هنبدا من الاوحش للاحسن، فاخر تمرين هو افضل تمرين. رابع تمرين معانا وهو الدمبل فلات، الدمبل عادي، الدمبل فلات. طب ليه انا حطيته رقم 4؟ عشان 1 الثبات بتاعه مش حلو، 2 التكنيك بتاعه صعب شويه على المبتدئ. الدمبل بيهرب منه اليمين، يهرب منه شمال، يهرب فوق، ما يعرفش يطلع بيه. ف مش اي حد يعرف يوصل فيه للفشل. تمرين حلو، تمرين حلو، بس حطيته رقم 4. تالت تمرين معانا وهو تمرين التشيست بريس، فكرة البنش العادي. ليه حطيتها رقم 3؟ طبعا فيها ثبات جميل، فيها تعرف تعمل فيها بروجريسيف اوفرلود ممتاز، بس فيها عيب ان معظم مكن البنش العادي، اللي هو مكن البنش العادي، بتلاقيه بيقفل اللي بره. يعني هو بتلعب كده وبيقفل كده، بص كده. فبص في فرق قد ايه ما بين الايدين. افضل حاجه ان هو يقفل لجوه. تمرين رقم 2 معانا هو الكيبل تشيست بريس. التمرين ده كنت هحط رقم 3 عشان السيت اب بتاعه صعب. تجيب الكابل، تجيب الدكه قصدي، وتحطها في النص، تحاول تظبط يمين وشمال، وتخلي حد يطلعك بالوزن، مش تعرف تطلع بيه لوحدك. وكمان لو انت ما شاء الله اوزانك تقيله هتلاقي الدكه بتسحبك لورا، ولو ما فيش حد يثبتك تضطر تجيب ستيب وتحط وراك عشان يثبتك في حوار كده كبير. بس هو تمرين جامد، تمرين جامد قوي بصراحه. نخليه رقم 2 احسن. والتمرين الاول ورقم 1، وهو يستحق بجداره الصراحه ان هو يتقال عليه رقم 1، ايه هو؟ تمرين التشيست بريس ماشين. بس مش اللي انت عارفه، لا احط لك صورته. تشيست بريس ماشين بيقفل لجوه، دي حاجه. تاني حاجه ان هو بيحمل في الانقباض. يعني ايه؟ يعني هو صعب، هو كده، يعني كده سهل شويه، يعني هو كده في تنشن، بس كده في تنشن اكتر. ليه بقى؟ لان المكنه مصممه على ان ذراع العزم حته بايو ميكانكس، يعني ذراع العزم بيبقى اطول فوق. ففوق ده اللي هو في الانقباض في الاستطاله ذراع العزم بيقل شويه، فعشان كده هو بيحمل في الانقباض. وهي دي النقطه الاضعف في البنش. البنش قوي تحت، ضعيف فوق، ضعيف في الانقباض هنا. عشان كده في مكنه الفلاي
انت بتعرف ترجع لورا، انما بتيجي تقفل كده الحته دي بتبقى صعبه، تلاقي نفسك وقفت كده. ليه؟ لان البنش ضعيف في الرينج ده، فهو كمان بيحمل في الرينج ده. تخيل يعني هو اصلا صعوبته في الرينج ده، وكمان هو ثبات وآمن، وتعرف تحط فيه اوزان كتير، وبيقفل لجوه، يعني بيعمل وظيفه البنش بشكل كامل. يعني فاضل شويه يمسك العضله كده يحطها على الدكه. فتمرين جميل، تمرين ممتاز، بس ممكن ما تلاقيهوش في جيمك، هو لان هو مش موجود في جيمات كتير. بس لو لقيته اعرف ان جيمك صارف ومكلف، لان الجهاز ده غالي على فكره مش رخيص. وكده كانت نهايه الفيديو. لو عجبك اعمل لي لايك وقول لي رايك، تحب السلسله دي اكمل فيها ولا لا؟ لان بصراحه انا ما كنتش هعمل فيديو بس لقيت ان في ناس مهتمه، وفي ناس عايزه تعرف افضل التمارين وكده. فايه رايك انت؟ قول لي اكمل في السلسله ولا نشوف حاجه ثانيه؟ بس كده كان معاكم حمزاوي، مع السلامه.